اشرف يوسف حسن، شهير بأبيانوس. الراجل ده اللي الفيديوهات بتاعته طلعت على يوتيوب امبارح، اللي كان بيقول يلا نحرق كنايس امبابة كلها، وان هو جاي بالذوق علشان خاطر يفتش الكنايس. ما هو عادي، ما كانش معاه اذن نيابة ولا هو ضابط شرطة، بس عادي هو ده الطبيعي. المهم انه في نفس اليوم حسام ابو البخاري طلع الصبح قال الكنيسة اعلنت الحرب على الاسلام. الشيخ الزغبي قبليها قال ان لو كاميليا ما ظهرتش نهاجم الاديرة. الشيخ ابو يحيى قال نفس الموضوع. كل الناس دي فضلت موجودة ومحدش جه جنبها. ما تحققش معاهم ليه؟ النهارده في 23 واحد بيتحقق معاه. انا معرفش اذا كان الاربعة دول منهم ولا مش منهم. انا مش فارق معايا اللي نفذ قد ما فارق معايا اللي حرض. اللي نفذ ده مغسول مخه، لكن اللي حرض ممكن يحرض مرة واتنين وتلاتة مش هيفرق معاه. الناس دي عليها الفيديوهات اللي قالت عليها كده. مش بنتبلى على حد، الفيديو موجود. ما بيتحققش معاهم ليه؟ انا عايز لما الاسماء بتاعت 23 واحد دول يطلعوا على الجرايد يبقى الاربعة دول فيهم، عشان طول ما الناس دي واللي زيهم ما بيتحققش معاهم ونعرف مين اللي بيحرضهم يبقى البلد عمرها ما هتتصلح. اقسم بالله ان لم تحل قطعا يا جماعه اصبروا لنتجهن الى الاديره لاخراجها. الكنائس دلوقتي بقت عباره عن عصابات مافيا للاسف. اي واحده تسلم ارهاب الكنيسه برئاسه الكلب النجس شنوده، الكلمه دي لازم تطلع. واخدين بالكم النصارى كلهم معاهم اسلحه واحنا مغفلين، احنا كمسلمين مغفلين. انتوا سامعيني؟ ضرب النار كله جاي من كلاب النصارى، جاي من ناحيه الكنيسه. المسلم يا عيني رايح بطوبه. ايوه ما نبقاش رجاله لما ولعنا الكنائس اللي في امبابه. انا حاطط لكم في الديسكريبشن بتاع الفيديو لينك للفيديوهات دي كامله، لينك للمدونه بتاعته، ولينك تاني لمحاضره بتاعته في المسجد اللي عليها اسمه وعليها كل حاجه، عشان ما بقاش بس بتبلى على حد، عشان خاطر الناس اللي ماتت دي كلها مسلمين او مسيحيين ملهمش ذنب. احنا عايزين اللي حرض على القتل.